اليوم جبت لكم أكلة جزائرية مشهورة اسمها بربوشة، بطعمها المميز ونكهتها الخاصة اللي واحد يجربها يرجع يطلبها مرة ومرتين. تعالوا نسويها سوا. بسم الله نبدأ. هذه البربوشة الجزائريين يسموها بربوشة. ينحط لها مرقة واحد، وبعدين من تستوي المرقة نحط مع المرقة شوية ونبوشة، بعدين أراويكم شلون تنطبخ. بس هسه المرقة مالتها تتكون من نحمس بصلاية ولحم على راحتكم. اكو يسووها على لحم، واكو يسووها على دجاج، واكو يسووها على لحم غنم، واكو يسووها على لحم بقر. انا مسويتها على لحم غنم. والكمية كيفكم. راس بصل مثرم، والمواد شن هي؟ جزر واللهانة والبطاطا العادية والبطاطا الحلوة، القرنابيط والكوسة. الكوسة كيفكم شو تحطون، حتى هذا الأكل الشجرة برقيبة إذا عندكم تحطون. وهذه الفاصوليا الخضراء أنا وباقي أخليه. وحمص مسلوق ما أحطه بالبداية، قبل لا تستوي أخليه حتى لا يذوب، حتى يبين. هسه شو نسوي؟ أول مرة نخلي البصل شوية، ونحط بعدين اللحم، 5 فصوص ثوم مقصقصة شرايح، 5 فصوص نسوي نكهة. هسه نعلق النار ونخلي البصل ونخلي اللحم نحمسه، وبعدين نخلي الاشياء الصلبة، البطاطا الحلوة والبطاطا العادية والجزر واللهانة والباقلة والفاصوليا الخضراء، لان هذول ما يستوون بسرعة فنحطهم بالبداية. خليت البصل حتى يذبل، حطيت عليه رشة شوي ملح حتى يذبل. ورا ما يذبل ويصير لونه اصفر احط اللحم. هسه من البهارات بس خليت اللحم هسه احمسه بس، واخلي رشة فلفل اسود خليت على 5 واحمس بيه. هسه من اخلي حمسه هسه اصب عليه ماي حار، حطيت عليه ماي كوبين، هسه اغطيه. انا خليته على 3. اول مرة طلع القشو مالته وخليه يشرب مايه، اخليته على 3 وغطيته. وهاي كلها خليتها هسه البطاطا الحلوة والبطاطا العادية والجزر والفاصوليا الخضراء واللهانة والباقلة كلها راح احمسها، واحمسها بالبهارات. البهارات تتكون من ملعقة كوب كزبرة، ملعقة كوب حلبة خضراء يابسة حطيتها ويا اللحم، ونص ملعقة كوب بهارات مشكلة، وملعقة كوب نومي بصرة، ونص ملعقة كوب فلفل اسود، وملعقة شاي بابريكا، وملعقة شاي كمون، وملعقة شاي كبابة، والملح ملعقة كوب. وبعدين نشوف أول مرة نحط ملعقة كوب. هاي خليت البهارات هسه اخلطها واحط عليها ماي حار واخليها. هسه هاي حمستها والداخلة هسه احط عليها ماي حار واغطيها. هاي هسه حطيت ماي اولي نص الجدر، وهرب بالبداية ما احط كلش هواية ماي، نص الجدر. هذه هسه غطيتها وحطيتها على 4. خليت ملعقتين طعام متروسات بكوبين ماي حار حطيتهم. هسه اخليها. هذا الماي خليته هسه اخلطه هسه حتى على راحته يتهدر. عصر ربع ليمونة، ماي ربع ليمونة على التمريقة. ضقتها للتمريقة مال البربوشة، فشفتها تحتاج بعد ملعقة كوب ثانية للتمريقة ماسخة. هسه راح احط القرناقيط اول مرة وشوية، واحط الكوسة لان الكوسة بساعة تذوب. القرنابيط راديها شوي همه بعد فدي شوية. انا خليتها على 3 قلت لكم. هاي خليت القرنابيط هسه اقلبها واغطي الجدر. خليت الكوسة هسه اقلبها ونص النار نخليها على 2. هذا خليت الحمص هسه حطيته على 2 حتى على راحته يتهدر. مرقة صارت. هسه اخذ منها بس الماي، ما اخذ هاي الخضرة احطها بجدر واحط زيت مثل ما اطبخ التمن. هو المقياس قلنا كوب، نحط كوب الا ربع ماي من هذا الماي التمريقة، ونخليه شوي يغلي،
ورا ما يغلي نحط البربوشة. فهذه هنا هسه خليت دهن، وهسه اخلي الماي. بس المشكلة الكاميرا ما صورت الماي من خليته، بس صورت هي شارب مايه. فنحمسه لما ما نخليه، نحطه على 5 أو 6 ونظل نحمس بيه لما ما نشوفه نشف مايه. نصيه نقلبه ونسد النار ونغطي. وراها من نريد نخليه نقلبه ونحطه بالماعون تمريقة، نشيله بشفشير مشبك، يعني ماي ما نحط، هي نحط يعني ونفرغه. نحط على هاي البربوشة الخضروات، نشيل نحط بالماعون. وهاي أكلتنا لهذا اليوم أخواني خواتي. لا تنسونا من اللايك والاشتراك لتستفادوا من قناتي، وصفات حلوة مميزة. وإذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وشكرا.